بعد مرور من الوقت كانت عائلة العزباوي كلها اتجمعوا على السفرة عشان خاطر يتعشوا، وكانوا مستنيين سيرين. لكن انصدموا كلهم واندهشوا لما سيرين نزلت على السلم، وكانت ماسكة ايد حد في ايديها. كانت ماسكة ايد اخوها اللي من ساعة ما حرفيا ما حصل الحادثة وهو ما خرجش من اوضته. قعدت هي واخوها بهدوء. انت تعرفي ان هو من ساعة موضوع الحادثة هو ما خرجش خالص من اوضته. ايوه، ما هو انا وهو اتكلمنا مع بعض في الموضوع ده. بس كل الفكرة إن هو محتاج حد شخص بجد يكون كويس ويعامله بطريقة كويسة، بعيد بقى عن الغضب وكل ده، لأن هو حساس جدا. بس أنا وهو بقى اكت... بس أنا وهو بقى قلنا إن هو لازم يبقى شجاع واتفقنا على كده، صح؟ قصدي راسه هو بصح. مراد قال لا ما تشغلش بالك، سليم ملكة المعجزات ممكن تعمل لك أي حاجة في ثانية. عمار ضحك وهو بيقول الصراحة أنا مقتنع جدا باللي مراد بيقوله. بعد ما مسكت نورة وضربتها أنا ما كنتش مصدق، لكن اللي شفته النهاردة في مراد فعلا صدقت. دي كلبشة الواد. بسم الله ما شاء الله، عيالك دمهم زي العسل. الأم قالت انت هتقولي لي ده انا ما عرفتش اربي ب4 جنيه. بعيد عنك بقى، ما كنتش فاضية. كانوا بيتكلموا ويتناقشوا ويهزروا ويضحكوا، إما في مكان تاني أو في زاوية معينة كانت واقفة هاجر وهي بتتصنت عليهم ومركزة معاهم. لكن رئيسة الخدم قربت منها ومسكتها، هي اتخضت. هو في ايه؟ انت مش شايفة شغلك كده ليه؟ ركزي في شغلك. واقفة عندك بتعملي ايه؟ ايه؟ انا بس كنت بلمع هنا وبس، هي دي يعني القصة وما فيها. امم طب اسمعي بقى، انا اهم حاجه عندي الشغل. انت هنا بتشتغلي في قصر عائله العزباوي، يعني لازم كل حاجه في القصر تبقى بتلمع. نقطه التراب في عائله العزباوي يعني كارثه. ايا كان، يلا تعالي معايا عشان نشيل الاطباق بتاعه السفره اللي هم كلوا فيها. يلا. يوه حاضر جايه. يا ربنا بس يتوب علينا من الشغلانه دي. في الغرفة كانت سيرين قاعدة هي وخديجة. أنا دلوقتي بقى عايز أستغل إن نورة مش موجودة. أنا عايزة نورة تلجأ تلاقيني أنا ومرات متجوزين. بقولك يا سيرين، سبق وقلتلك يا إما تعملي كده أو يا إما مفيش خالص. ما ينفعش اللي أنت بتعمليه ده. لا لا، بعد إذنك أنا استحالة أعمل اللي أنت بتقولي عليه ده. خلاص فكك، أنا بقى هعرف أستغلها بطريقتي. سيرين بصت لخديجة لثواني وقعدت جنبها على السرير وقالت بحماس: بقولك يا خديجة، ايه رايك ننزل نجيب حاجات؟ ها عايزه ننزل نجيب حاجات صح؟ انا حاسه ان الهدوم بقت ضيقه قوي علينا الصراحه، بقى شكلنا وحش قوي فيها. يلا ننزل نعمل شوبينج، ايه رايك؟ شوبينج؟ شوبينج ايه؟ لا انا مش عايز اعمل شوبينج انا. بقول لك ايه، هو مش انت محجبه؟ على فكره بقى هدومك بقت ضيقه قوي، تقريبا مبينه كل تفاصيل جسمك، وده على ما اظن ما اسموش حجاب بقى. خديجه قالت بتوتر وهي بتقوم: بجد؟ هو انت شايفه كده؟ اه شايفه كده ونص. بجد لازم نعمل شوبينج دلوقتي حالا. دلوقتي حالا؟ طب خلاص خليها بكرة. لا لا، لازم دلوقتي حالا. وبعد مرور من الوقت كانت هي وخديجة غيروا هدومهم وكانوا واقفين قدام مراد. هو انتوا رايحين كده فين يا بنات؟ بص انا هقولك، احنا رايحين نعمل شوبينج وكده. بس مش واخدة بالك ان الوقت اتأخر شوية؟ يعني دلوقتي الساعة 8، هترجعي مثلا على الساعة كام؟ بصت لمراد بخبث شديد وهي بتقوله: دي بقى مشكلة كبيرة جدا. حطت ايديها على دراعه وهي بتقوله: واحنا بقى كده محتاجين راجل. لا طبعا انا ما ينفعش اجي معاكم، انتوا بتقولي انك هتعملوا شوبينج، يعني ممكن تجيبوا حاجات بنات وحاجات من كده. لا لا طبعا. نعم حاجات بنات؟ لا طبعا، احنا ما بنجيبش الحاجات دي. خديجة خبطتها في دراعها وهي بتقول لها: يعني ايه ما بنجيبش الحاجات دي؟ الله يخرب بيتك، دي بتقولي ايه؟ قصدي يعني بنجيب، بس احنا يعني مش محتاجين، احنا بس هنجيب غضوم وكده بس مش اكتر يعني. عشان غضوم ايه يا مراد؟ ما تروح معاهم وخلاص، يعني مش قصة. وبعد مرور من الوقت كانوا ركبوا العربية ووصلوا عند المول الكبير اللي كان فيه أحسن الغضون. كانت سيرين حرفيا مدوخة مراد معاها. كانت قعدت فوق ال3 ساعات وهي بتدور على غضون وجابت حاجات كتير جدا. خلاص بقى يا سيرين هبوس ايدك، يلا عشان نمشي، انا مش قادر اقف على رجلي اكتر من كده والله. ايه خلاص خلاص طيب يلا بينا عشان نمشي. ومشيت خطوتين، لكن اندهشت عينيها بصدمة واعجاب شديد لما لقت فستان سحر عينيها. لا ثانية، انا الفستان ده عجبني، انا مش همشي من هنا ولا هتحرك اللي لما اقيسه واخده. لا دي كده فيها ساعة كمان. سيرين دخلت ولقست الفستان وخرجت.
كان الفستان كان طالع عليها زي القمر، كان شكلها جميل جدا. مراد اندهش من جمال وحلاوة الفستان عليها، كانت أحلى من المزمزيل بمراحل. هي كانت موديل، اما عنها هي فكانت بتمشي يمين وشمال وهي بتبص على نفسها في الفستان، اذا كان الفستان لايق عليها ولا لا، او على مقاسها ولا لا. لكن وهي بتمشي يمين وشمال وكانت مركزة في الفستان، بالغلط وقعت على حجر مراد وبصت له بدهشة. اما عنه هو فبصلها بدهشة اكبر، لكن عيونه لمعت. هو بيبص في عينيها الخضرة الجميلة اللي كانت جذابة جدا ليه. اما عن سيرين اللي كانت اول مرة تشوف ملامحه الرجولية بطريقة واضحة كده، وفجأة يستوعبوا هما الاتنين المشهد اللي هو فيه. وفجأة يستوعبوا هما الاتنين المشهد اللي هما فيه. انتوا هتستعبطوا؟ ده انتوا بقالكم ساعة. بلعت رئة والثواني بعدت عنه على طول، ودت وشها الناحية التانية وما اتكلمتش خالص. وصلوا البيت بكل هدوء، يعني هو لازم يحصل نصيب عشان تبقي هادية. أول ما وصلوا عند القصر، سيرين خدت بعضها وطلعت على الأوضة على طول. خديجة طلعت وراها كالعادة وبصت لها بعصبية وملامح حد. انتي ايه اللي انتي عملتيه ده واحنا في المول؟ يا نهار ابيض، وصلت بيكي لقلة الأدب لكده يا سيرين؟ والكعبة ما كان قصدي، أنا بس كنت بشوف الفستان ما كنتش مركزة معاه أصلا، حقيقي والله. وفجأة بقى اللي حصل معرفش حصلت ازاي أصلا. بقولك يا سيرين، أنا أكتر واحدة في الدنيا دي عارفاك وعارفة تفكيراتك كلها، فاهدي كده وبطلي الحركات دي عشان الحركات دي مش كويسة وحشة أوي يا سيرين. صدقيني هتوديكي في مرحلة وحشة جدا. خلاص بقى يا خديجة، أنا بقولك والله ما كان قصدي، وفعلا معرفش حصل ازاي. كل اللي أنا كنت مركزة فيه ساعتها بس الفستان، لا أكتر ولا أقل. بعد مرور من الوقت كانت سيرين قاعدة في القصر قدام التلفزيون وهي بتتفرج. كانت مركزة بشدة على أحداث الفيلم اللي كان شغال. هو قرب منها وهمس في ودنها، هي انصدمت واتخضت وادت وشها الناحية التانية، لكن لقيته مراد. بصت له بكسوف لما افتكرت اللي حصل. انت خضتني على فكرة، انا اسف جدا لو كنت خضيتك، بس هو انت بتعملي ايه في الوقت المتأخر ده؟ الساعة 3 على ما اظن يعني. والله هي دي سهرتي، بما ان بكره يعني مفيش شغل، فاديني بفضل قاعد اتفرج على مسلسلات لحد ما يجي على النوم واطلع انام. قرب منها وقال في ودنها، الفستان اللي انت كنت لابساه في المول كان جامد عليكي. زقته وهي بتقول، مراد بعد اذنك احترم نفسك وحاول انك تبقى محترم. وبالنسبة بقى للي حصل في المول، فانت عارف ان حصل في المول ده كان غصب عني. انا كنت مركزة في الفستان ما كنتش واخدة بالي خالص. بس هو دي القصة وما فيها. سابته ومشي وهي بتبتسم بخبث شديد، لان خطتها كده بتبدأ انها تنجح. مراد راقبها وهي بتمشي وقال، ايه ده؟ كأني زودتها شوية. يلا مش مهم، ايه اللي خسران؟ انا بقى اللي هقعد اتفرج على الفيلم. سيرين قفلت الباب عليها وأخدت نفس عميق وهي بتبتسم بخبث وحماس شديد. تاني يوم كان الشروق بينهار في قصر عائلة العزباوي كلها. راحوا كلهم، كانوا كلهم قاعدين على السفرة وهما بيفطروا. بعد ما خلصوا، مراد كان بيجري في حديقة القصر الكبير. سيرين بصت له ولبست غضون رياضية وجريت معاه. كانت بتجري وهو جري وراها ومسكها من ايديها وقال لها، سيرين انا اسف على اللي انا عملته امبارح، ممكن ما اكون كنت واقف معاكي شويه، بس بجد انا ما كانش قصدي، اسف يعني لو كنت ضايقتك. سيرين ابتسمت بهدوء وهي بتقول له، لا يا مراد، عادي، انت ما ضايقتنيش. ابتسم بفرحه وهو بيقول، طب كويس. اول ما اعرف انك نشيطه وبتلعبي رياضه اول ما بتصحي. ايوه طبعا الرياضه كويسه جدا،